من اليوم فصاعدا سوف ترون مفاجآت مني، سوف ترون ما عين رأت من قبل، سوف ترون فخر الصناعة الروسية، صواريخ جهنم التي لا تترك شيئا حيا على الأرض. نعم، سوف نستخدم راجمة جهنم أيها الغرب، وأنتم تعرفون جيدا ماذا أعني. وويلا لكم أيها الأوكرانيين، فلتحميكم الغرب من راجماتنا. صواريخنا سوف تكون فوق رؤوسكم، سوف ترونها تخرج من كل بقاع الأرض مثل قاع جهنم. إنها الصواريخ التي تحرق كل شيء على الأرض. هكذا غضب الدب الروسي وتوعد الأوكرانيين والغرب بلهجة عنيفة وقاسية، ما جعل البنتاغون في حيرة من أمره، حيث وصف الراجمة بالأكثر تدميرا، وفرنسا في حالة هلع ورعب خوفا أن تصل لها الراجمة، وزيلينسكي يتوسل ويطلب الهدنة. الآن أعزائي المشاهدين، اربطوا أحزمتكم وهيا بنا لنتعرف على راجمة يوم القيامة التي تحرق كل شيء أمامها برا وبحرا وجوا، ونتعرف على القدرات الخارقة التي تمتلكها، ولماذا قرر القيصر الروسي إدخالها الحرب الآن. راجمة يوم القيامة توس 2 المدمرة. منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا اعتدنا دائما على مفاجآت الجيش الروسي التي دائما أدهشت الجميع بتفوقها على الصعيد الميداني والعسكري ومدى قوة أسلحتها وفاعليتها، مما جعل الغرب يحسب لقوة الدب الروسي ألف حساب ويضعه المرتبة الأولى لأقوى جيوش العالم. ومنذ تفكك الاتحاد السوفيتي السابق وانفصال روسيا شك الغرب في القدرات الروسية على المستوى القتالي ومستوى الأسلحة. والآن بعد المفاجآت المتوالية التي أظهرها الجيش الروسي في الحرب الأوكرانية من تطور رهيب في ترساناته الحربية وكم هي فاعلية هذه الأسلحة، جعلهم يندمون حتى على تفكك الاتحاد السوفيتي. وآخر مفاجآت الدب الروسي إدخالها للحرب الأوكرانية أخطر وأقوى راجماتها المرعبة توس 2. ووفقا لتقارير عسكرية فإن المهمة الأساسية لتلك الراجمة الروسية تدمير القوات المعادية والمدرعات الخفيفة وآليات العدو وتخريب مصادر النيران المعادية، كما تدمر التشكيلات المدرعة ومعدات الدفاع الجوي الموجودة في المنطقة الأمامية والأهداف الحيوية المعادية في مختلف أعماق ميدان القتال. تقوم راجمة الصواريخ بدور مهم في المعارك البرية، ومنها توس 2 إي سولينسيبيوك الروسية التي يتراوح مداها بين 600 متر و6000 متر، ويمكنها إحراق مواقع وتشكيلات عسكرية في ثوان معدودة بقوة نيرانية هائلة. يعتمد نظام توس 2 على عكس سابقيه بوراتينيو وتوس 1A على الهيكل بعجلات شاحنة أورال مع زيادة القدرة الاستيعابية والقدرة على السير. وتشير المجلة إلى أن هذا يعطيه مظهر نظام الإطلاق الصاروخي الشهير BM-13 الذي تم تطويره خلال الحرب العالمية الثانية وأطلق عليه اسم كاتيوشا، المعروف أيضا لدى الألمان باسم عضو ستالين. يمكن أن تصبح توس 2 نسخة منه في القرن ال21. يحتوي المجمع على مدى إطلاق أبعد وأنظمة توجيه وإطلاق نار آلية. بالإضافة إلى ذلك فإن قاذف اللهب الثقيل مزود برافعة وبالتالي لا يحتاج إلى آلة نقل وتحميل. كما تم تجهيز توسوتشكا بنظام حرب إلكتروني ضد الأسلحة العالية الدقة، وعلى الرغم من كونها أقل تدريعا من سابقاتها إلا أنها يمكن أن تمطر النار على العدو. أمريكا أول من استخدم المتفجرات الوقودية الهوائية FAE. يرمز مصطلح توس إلى نظام قاذفات اللهب الثقيلة، حيث تطلق راجمة الصواريخ توس 1 صاروخا يحمل رؤوسا متفجرة تعرف بالمتفجرات الوقودية الهوائية، تحول الهواء إلى نيران مشتعلة فتحدث تدميرا بالغا يفوق كثيرا التدمير الناجم عن المواد الشديدة الانفجار التقليدية، لا سيما في الأماكن المغلقة. كانت الولايات المتحدة الأمريكية أول من استخدم هذه المتفجرات في حرب فيتنام، لأن قذائف النابالم لم تكن مدمرة بدرجة كافية. تنشر ذخائر النابالم سائلا لزجا ملتهبا يمتد على مساحة واسعة. على النقيض من ذلك تنشر المتفجرات الوقودية الهوائية سحابة كيميائية في الهواء من خلال خلق تأثير الهباء الجوي. تتسرب تلك السحابة الغازية الكيميائية دون عناء إلى البنية الهيكلية للمباني والكهوف وتصل إلى الأنفاق والملاجئ تحت الأرض، ثم تشعل مادة متفجرة ثانوية، تلك السحابة الغازية، مسببة انفجارا هائلا طويل الأمد.
بينما تسبب الحرارة المتولدة من المتفجرات الوقودية الهوائية حروقا مميتة في دائرة نصف قطرها كبير. تخلق الانفجارات النارية الناجمة تفريغا جزئيا للأكسجين الموجود في موقع الانفجار، يعقبه هجوم للضغط الجوي من جميع الجهات لتعويض الضغط السلبي الناجم عن الانفجار، وهو ما يؤدي إلى تدمير وقتل وتشويه مضاعف لكل ما هو موجود في موقع الانفجار والمنطقة المحيطة به. بالإضافة إلى حرب فيتنام، استخدمت الولايات المتحدة هذا النوع من المتفجرات في عدد من المهمات الهجومية ضد حركة طالبان في أفغانستان ومطاردة أسامة بن لادن في جبال تورا بورا الوعرة، حيث نشرت الطائرة الأمريكية رؤوسا حربية حرارية على صواريخ دقيقة التوجيه لتدمير الكهوف التي يختبئ بها مقاتلو طالبان. تبنى الاتحاد السوفيتي هذا النوع من الأسلحة بعد فترة وجيزة من استخدام الولايات المتحدة له في أفغانستان، إذ استخدمها على نطاق واسع في الحرب في شيشان، وكذلك في مناوشات حدودية ضد الصينيين في عام 1969. هيكل الراجمة توس 2 يتكون من دبابات إطلاق الصواريخ. تستخدم معظم أسلحة المدفعية الروسية هيكل عربة مدرعة خفيفة مثل الحاملة المدرعة MTLB، في حين أن هيكل راجمة الصواريخ توس 2 هو هيكل دبابة T-72 تعمل بمثابة وحدة إطلاق يثبت عليها الراجمة توس 2، ويكون بها 30 أنبوبا لتحمل 30 صاروخا. يمكن إطلاق الصواريخ بشكل فردي أو جماعي في فترة زمنية من 6 إلى 12 ثانية. تكون هذه المركبة مزودة أيضا بنظام استهداف حاسوبي وجهاز تحديد مدى بأشعة الليزر، بالإضافة إلى أنها مجهزة بنوعين من الصواريخ، الأول صواريخ برؤوس حربية حارقة تقليدية، والثاني بالرؤوس الحربية الوقودية الهوائية التي ذكرناها منذ قليل. لا يوجد لمركبة توس 2 نظير حقيقي قيد الاستخدام حاليا في الجيوش الغربية. وعلى الرغم من أن جميع أنواع أنظمة راجمة الصواريخ متعددة الإطلاق قيد الاستخدام، مثل M142 هيمارس التي يستخدمها الجيش الأمريكي لقصف مواقع تنظيم داعش في العراق، لكن جميعها أسلحة مدرعة خفيفة مخصصة للنيران غير المباشرة بعيدة المدى. علاوة على ذلك، تعتمد هذه المدفعية الصاروخية عادة على الذخائر العنقودية أو الرؤوس الحربية التقليدية شديدة الانفجار وليس الذخيرة الحارقة. طورت روسيا مركبات جديدة توس 1A سولانتسبيك التي تدعى الشمس الحارقة، وبدأت في دخول الخدمة في عام 2001 بمدى 6 كيلومترات. يعتبر هذا المدى طويلا بما يكفي للسماح لها بإطلاق نيران تتجاوز النيران الانتقامية من غالبية الأسلحة المضادة للدبابات. تأتي المركبة الجديدة مزودة أيضا بنظام صاروخ باليستي محسن، وقد تقلص عدد أنابيب الإطلاق إلى 24 بدلا من 30 لأنها تطلق صواريخ أثقل ب90 كيلوغراما. الاتحاد السوفيتي استخدمها في وادي بنجشر ودمر الروس به غروزني. سجل أول استخدام قتالي لراجمة الصواريخ توس 1 بوراتينو في الفترة بين عامي 1988 و 1989 ضد المجاهدين الأفغان في وادي بنجشر. لكن في عام 1999 أثبتت هذه الراجمة قدراتها التدميرية في حصار العاصمة شيشانية غروزني، عندما طوق الجيش الروسي في الحرب الشيشانية الثانية المدينة بالمدفعية الثقيلة والدبابات بعد تكبده خسائر فادحة أثناء محاولته الهجوم على مركز غروزني خلال الحرب الشيشانية الأولى، ثم أرسل فرق مشاة صغيرة لاستكشاف الدفاعات الشيشانية. وهذا يمثل إشكالية عندما يستخدم هذا السلاح ضد أهداف وسط مناطق حضرية وسكان مدنيين، كما هو الحال في معظم القتال الدائر في العراق وسوريا وأوكرانيا.